صباح الفل يا شباب، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده معايا لابتوب من اعظم لابتوبات الزمن الجميل 2015 و16 وكده. واللاب كبير جدا جدا جدا. اللاب ده جاي لي علشان هيعمل سيرفيس، اللي هو تنظيف المعجون والتظبيطات والحاجات دي. وصراحه انا متشوق جدا افتحه واشتغل فيه عشان اعرف ايه اللي جواه وليه كبير قوي كده. ولو انت مش باين معاك هو كبير قد ايه، بص ثواني. ده عامه اتش بي اومن اهو بالظبط. اللي هوريك الاومن بتاع ده ده يعتبر احدث اومن، اللي هو انتاج 2024 او نهايه 2023. كان فيه 3080. وبص ده حجمه تمام. وطبعا هم غيروا الشعار وظبطوا الدنيا. بس بص بقى مقارنه باللاب ده، فانت بتتكلم في حاجه غريبه جدا. اللاب فعلا كبير جدا 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 من كل الاتجاهات، حتى في الارتفاع بتاعه. انا معرفش ايه حاطين جواه، تكييف ده ولا ايه؟ عامة طبعا اللاب الجديد السليم يعتبر اقوى بكتير، تمام، بناء على الفترة الزمنية. بس ايه، معاش اللاب تقيل قوي، مش قادر اشيله. ايه ده؟ ما شاء الله، تحس ان هو معرفش وزنه تقريبا 10 كيلو ولا ايه. ثانية كده. وكمان في حاجة برضو مهمة والله لاحظتها وحزينة. بص اللاب ده اصلا انا شايله ازاي اصلا. البيلد كواليتي بتاعت اللاب ده، بص بلاستيك وحاجة تعبانة خالص. مع ان ده اصلا يعتبر لاب غالي جدا، تقريبا سعره يعني حاليا يعمل 92,000 حاجة زي كده، او 90,000 طبعا جنيه مصري. اللاب ده كنت عايز اوريك البيلد كواليتي بتاعته. وحاطين لك فيه ديتيلينج وحاجات كده كاربون فايبر والشعار اصلا نفسه بيلمع كده وفظيع. الصراحه ما اعرفش ده ار جي بي ولا ايه، بس اللاب تحس كده حاجه ما شاء الله. يلا بينا نفك ونشوف ايه اللي جواه، لان انا متشوق جدا. وفي الفتره دي عامه كانوا بينزلوا اللابات بكروت شاشه مش موبل جي بي يو. يعني مثلا عندي ده 3080 ام، تمام، 3080 او مش بيسموه ام، اللي هو لابتوب جي بي يو بيسموه كده، تمام. 3080 لابتوب جي بي يو، اللي هو ايه، بيبقى الماكسيمم وات، سوري الماكسيمم باور يعني بتاعته، الماكسيمم وات بتاعته بتبقى 120 130. لكن ده كان ايام ما كان الوات بتاع كارت الشاشه، وكده كده كان اصلا اعلى كارت الشاشه كان الوات بتاعه 100 150. بس كان ديسكتوب جي بي يو وديسكتوب سي بي يو. فانا الصراحه اول مره اشتغل على اللاب ده، او على لاب كبير قوي كده ما شاء الله. فتعالوا نشوف ايه اللي جواه. خلصنا يا شباب تظبيط اللابتوب العملاق جدا جدا، اللي هو بس مشكلته الوحيدة ان الشاشة دي ستيل 15 و6، مع ان الفريم اصلا يجيب شاشة لحد ممكن 18 انش. وعامة كان في برضو حاجة تانية رخمة حسيتها كده لما فكيت البادي. يعني البادي اصلا كبير كده، ممكن تحط ايدك جوه وتقفل عليها. وحاجة زي مساحة مش مستغلة كده جوه البادي. ما اعرفش كان ممكن يحطوا فيها ايه، بس ممكن هارد زيادة او حاجة. وفي حاجات كتير بس مش عارف، حسيت ممكن يضيفوا حاجة يعني. بس عامة في الفترة دي هو اللاب ده انا لقيته انتاج اصلا 2016 بالفعل، اللي هو نهاية 2015 يعني. وكان في كارت شاشة جي تي اكس 1060 ديسكتوب جي بي يو، مش اللي هو الموبل جي بي يو. فطبعا حاجة صراحة عظيمة بالنسبة للفترة اللي هو كان فيها، لان الفترة دي صراحة عزيزة على قلبي جدا. علشان ايه؟ كان بداية بقى الشغف بالحاجات دي واليوتيوب، وضيعت فلوس كتير في الحاجات دي يعني. والفكره بقى في اللابات، معرفش كانت الفتره دي في 2016 او 2015 بيصنعوا لابات كبيره جدا جدا جدا. هحاول اوريكم صور منها دلوقتي بس كان كل واحد فيه حاجه ايه، تحسها كرييتيف كده مش موجوده في التاني. يعني مثلا كان في واحد اسمه بريدتور اكس 21، ده كان فيه 2 كارت شاشه. آه، كان بينزل بالميزه اللي هي الاس ال اي، حاجه كده زمان اسمها اس ال اي كانت موجوده. ان انت تركب 2 كارت شاشه مع بعض في نفس الكمبيوتر، تمام. فهم نقلوا الميزه دي او الحاجه الاختراع ده
في اللابتوب، فحطوا فيه 2 كارت شاشه جي تي اكس 880 اللي هو كان ساعتها اسمه 980 تي اي او 980 اللي فاكر الحاجات دي. كان اللابتوب اللي هو اكس 21 ده كان فيه 2 كارت شاشه جي تي اكس 880. طبعا دي كانت حاجه خارقه، 2 كارت شاشه. بس طبعا كان 880 ده اللي هو الموبيل جي بي يو، فصنعوا منه واحد تاني في السنه اللي بعدها. كان في 2 كارت شاشه برضو جي تي اكس 1080، ودي كانت حاجه خارقه. وستيل اللاب ده لحد دلوقتي من سنه 2016 لحد النهارده يقدر يشغل لعب على اكتر من 120 فريم فول اتش دي والدنيا تمام معاه. وكمان كان في لابتوبات بقى تانية، كان في واحد اسمه اكس 19 كان بينزل بميكانيكال كيبورد، ديسكتوب كيبورد يعني كيبورد كمبيوتر مش كيبورد لابتوب. فكانوا يعني دايما بيخترعوا حاجات جديده كده. تحس ان الفتره دي كان فيها كرياتيفيتي عاليه جدا في اختراع اللابتوبات وان هم دايما كانوا بيفكروا يحطوا حاجه جديده، مش زي دلوقتي كل اللابات من سنه 2020 لحد 2025 هي نفس اللابات ونفس الحاجه. واللاب مهما يقعد معاك سنه او سنه ونص بالكتير وتلاقيه بدا خدوش مش عارف ايه. كان زمان الحاجات كان في قطع كتير في اللاب من الستانلس ومش عارف نحاس، واللاب كان قوي جدا. واصلا اللابات دي كانت بتتباع سبحان الله، اللابات دي كانت بتتباع في الماركت ب 2000 دولار 2000 ونص السعر الطبيعي يعني بتاع اللابات اللي هي اللي فيها اختراعات غريبه كده. بس دلوقتي ممكن تلاقي واحد على اي باي مثلا بيعدي 10000 دولار. وكمان كان اللابات دي كل لاب كان بيبقى معاه شنطه كده وجواها الحاجات بتاعته، شاحن ومش عارف كفر وكيس وحاجات، كيس كده زي يعني حاجه كده شديده يعني، قصدي شنطه كده قويه من بلاستيك قوي جدا ووتر بروف علشان لو انت عايز تسافر بيها وحاجات زي كده، فطبعا يبقى محمي وما يتكسرش او ما يتخدش. والحاجات دي كان في كده زي اسطوره كده ان انت لو عندك لاب جيمنج خارق يبقى دي حاجه معرفش حاجه عظيمه. انا الصراحه حسيت ان اللاب ده وانا بصلحه كده رجعني لايام الشباب شويه. فبس اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم وان هو كان بسيط وان انا ما كنتش رغيت كتير قوي زي كل مره. واتمنى طبعا الدعم بتاعكم، لايك وشير وسبسكرايب وريكومند الفيديو لحد صاحبك. و عايز اظبط الصراحه القناه علشان ان شاء الله في فيديوهات جامده جدا الفتره الجايه. وسلام.